شايفين الفطاير الحلوة دي؟ ب3 كوبايات دقيق وحبة مية هنعمل شوية فطاير من الآخر. هتبقى حلوة جدا في السحور في رمضان، هتبقى حلوة للفطار، هتبقى حلوة للعشاء، حلوة كمان للولاد في المدرسة. مش عايزة اقول لكم خطيرة. دي بالجبنة ودي من غير جبنة. دي اقتصادية بقى، جميلة دي بصراحة. اقتصادية وحلوة جدا وشكلها وطعمها خطير جدا. يلا بقى اقول لكم الطريقة ازاي. بصوا معايا، في البداية هجيب البولة بتاعتي وهحط فيها 300 ملي مية وتكون سخنة شوية عشان احنا في شتاء اهي. وهنحط معلقة السكر، معلقة كبيرة الخميرة فورية، وتلت كوباية زيت اللي هم 85 ملي جرام بالشكل ده. وندي تقليبة كويسة لكل المكونات دي. الفطاير دي بتبقى فطاير طرية، يعني مش عجينة تقيلة، لا هي عجينة خفيفة جدا. ومش هعجنها بايدي، لا هعملها كلها بالمعلقة عشان تبقى سهلة عليكم جدا. هندوب بقى كل المكونات مع بعض كويس. وطبعا في تركايه مهمه، لو انتم مش متاكدين من الخميره بتاعتكم بتحطوها في ربع كوبايه ميه من الميه بتاعتنا مع معلقه السكر، ونسيبها 10 دقائق لغايه لما نشوفها اختمرت ولا لا. بس انا الخميره دي انا بستخدمها من فتره طويله وهي ممتازه، وهي خميره دريم، لو عشان في كذا حد سالني في الكومنتات. بصوا اهي بالشكل ده. دلوقتي بقى هنبدا نحط الدقيق اللي هم 3 كوبايات ونص، بس مش هحطهم كلهم، نحطه بشويه ونبدا نقلب كويس. انا هعجن النهارده بالمعلقه، ايوه بالمعلقه. بصوا اهو، هندي ايه تقليبه ونبدا نزود الدقيق حبه حبه. في الخطوه دي هنحط الملح كمان ونقلب كويس كده. نزود دقيق تاني. وكل اللي هعمله ان انا هلت العجينه. يعني ايه الت العجينه؟ يعني افضل اقلب فيها حوالي دقيقتين بالمعلقه. بصوا اهي، ده القوام اللي انا عايزه اوصل له في البدايه، اللي هعجن فيه حوالي دقيقتين. بصوا كل اللي انا هعمله ان انا هاخد المعلقه وهبدا ايه، شايفين الخطوه دي ان انا ايه بخبط كده ايه في العجين بالمعلقه مش بايدي. بصوا اهو، هعمل الحركه دي حوالي دقيقتين مش اكتر. بصوا اهو، شايفين العجينه بدات تنعم معايا ازاي اهي. بنقلبها ونخبط بيها كده. شايفين انا بعمل ايه؟ للناس اللي ما بتعرفش تعجن مفيش مشكله، النهارده هنعمل فطاير بطريقه سهله جدا. كل اللي هنعمله ان احنا ايه بالمعلقه الخشب بتاعتنا وهنفضل نعمل كده. انا لسه باقي كميه الدقيق ما استخدمتهوش، بس انا ايه يعني هحط تلتين الدقيق والباقي هسيبه للاخر. شايفين اهو، هفضل اعمل كده اهو. شايفين اخر بقى حبه دقيق كده استخدمنا حوالي 450 جرام، يعني 3 كوبايات ونص بالكوبايه المعياريه. بصوا معايا نديها ايه تقليبه حلوه كده. بصوا خلاص، يعني هي عجينه بتبقى عجينه طريه جدا اهو. وهناخد كل الحواف دي مش هنسيب حاجه. بصوا العجينه عامله ازاي، دي طبيعتها. هبدا بقى ايه المها كده بايدي بقى بالمعلقه براحتكم، بس طبعا مش هينفع كل شويه ازود دقيق، انا عايزه العجينه نفسها تبقى طريه معايا. بصوا كل اللي انا هعمله ان انا ايه، شايفين العجينه بتلزق ازاي؟ انا حطيت ايدي فيها عشان تعرفوا هي بتلزق قد ايه. هي عجينه طريه جدا. بصوا هحط بس ايه معلقه دقيق صغيره بس عشان خاطر ايه ما تقعدش تلزق في ايدي كتير. بس كل اللي انا هعمله ان انا ايه هلم الاطراف دي كلها اهي. بصوا انا ايه يا دوبك بحاول المها على قد ما اقدر، بس انتوا زي ما انتم شايفين معايا هي عجينه لينه جدا اهي. بصوا اهي اديني ايه لميتها على قد ما اقدر بمعلقه دقيق واحده بس اهي. بصوا اهي ممتازه جدا، هي عجينه طريه
هروح اغسل ايدي وارجع لكم. بصوا معايا بقى، هنجيب بقى معلقه زيت حلوه كده وهنحطها في بوله تانية عشان ننقلها. بصوا ندهن البوله بتاعتنا زيت كويس، وانا برضو ايه هدهن ايدي زيت كويس. بعد كده ايه هبدأ، شايفين اول لما حطيت نقطة الزيت اهي، بس شايفين نقلناها. نشيل دي بقى على جنب. بصوا بقى مفيش اسهل من كده. دلوقتي بقى هنجيب ستريتش راب ونسيبها تخمر حوالي نص ساعة لساعة الا ربع، لغاية لما بس حجمها يتضاعف، ونحطها في مكان دافي بما ان احنا في الشتاء. لكن لو في الصيف هي مش هتاخد معانا وقت طويل. شايفين الحلويات دي اسهل فطاير ممكن تعملوها، وما عجلناش فيها كتير ولا حاجه. هنسيبها بقى تتخمر وارجع لكم تاني ونشوف هنحشي الفطاير بتاعتنا ايه. ده شكل العجينه بتاعتنا او الفطاير، عجينه الفطاير بتاعتنا بعد ما سبتها حوالي ساعه. صراحه كنت مشغوله بعمل حاجات فسبتها شويه زياده. شايفين حلوه ازاي؟ بصوا بقى علشان ما تلزقش معايا فاهي هدهن ايدي ايه كده زيت. شايفين عجينه طريه طراوه رهيبه. بصوا اهي هلمها بس كده بايدي ونشيل كل الهواء منها عشان البورد بتاعتي ما تبقاش فيها حاجه. فايه هدهن البورد بتاعتي زيت عشان ما تلزقش بس مش اكتر. شايفين العجينه عامله ازاي؟ رهيبه بجد، عجينه رهيبه. هبدا بقى اقسمها. بصوا يعني تقدروا التقسيم براحتكم من 6 ل 8. عايزينها حجمها كبير هنقسمها 6، فخلينا نقسمها ل6 ونكورها بالشكل ده. ونحاول واحنا بنكورها اهي، طبعا احنا حاطين زيت عشان ايه نخليهم كلهم قد بعض. بصوا اهي فطاير طريه جدا. بصوا اهو كورناها بالشكل ده ل6 قطع. دي هتبقى فطاير متوسطه الحجم. هنجيب بقى صينيه ونحط عليها ورقه زبده وهدهنها زيت كويس، وهبدا احط الفطاير بتاعتي بالشكل ده. شايفين كل اللي انا هعمله هسيبها بس تستريح 5 دقايق وبعد كده نبدا نفردها. بصوا بتتفرد ازاي اهو. لو سبتوها بس 5 دقايق هتتفرد معاكم بسهوله. انا هسيبها بس 5 دقايق وبعد كده ارجع افردها معاكم. بصوا معايا كده بعد ما سبتها حوالي 5 دقايق شايفين بتتفرد بسهوله ازاي. انا ولا بحتاج مردانه ولا بحتاج اي حاجه اهي. بصوا فرده بسهوله جدا. شايفين؟ انا مش عارف ليه بحسك مبسوطه في المعجنه دي اكتر حاجه انا بحب اعملها. ملمس العجين نفسه بيدي راحه نفسيه جدا. يعني اللي ما بيعملش معجنات في بيته فهو خسران كتير جدا. انا بحب ريحه المعجنه خصوصا مني بصراحه. دي فنانه في التصوير. لا وكمان بتدي راحه. الملمس بتاع العجين يعني مش عايزه اقول لك بيديني راحه نفسيه رهيبه اهو. بص كل ما بتسيبوها تستريح كل ما بتتفرد معاكم بشكل احسن. وانا مش عايزاها تبقى تخينه قوي ولا رفيعه قوي. بصوا اهي طبعا المفروض نسيبها تخمر حوالي 10 دقايق ربع ساعه، بس طبعا عشان احنا لسه هنحشيها فانا بالنسبه لي وقت التخمير هاخده وانا بحشيها اهو. بصوا خلاص انا كده فردتها وبقيت تمام. خطوه بقى مهمه جدا، لازم ندهن الفطاير بتاعتنا دي بيض. هحط على البيضايه بتاعتي رشه فلفل اسود ورشه ملح وهضربها كويس جدا. هجيب الفرشه بتاعتي وهبدا ادهن الفطاير من فوق تحت الحشوه. تحت الحشوه مش فوق الحشوه. امال ليه بيحسوا ان احنا جهله؟ مين اللي بيحس ان يعني اللي بيتفرجوا عليك اكيد بيحسوا ان الرجاله جهله في الموضوع ده. اسكتي يا عماد، ده في تعليقات سخيفه ايه خلي عماد ما يتكلمش مش عارفه ايه. لا يا جدعان على فكره هو بيسليني يعني. اذا حد قال لك خليه ما يتكلمش كويس انك قلتي لي عشان اخش امسحه. لا مش همسحه عادي. ايه رايكم اخلي عماد يفضل يتكلم معايا في الفيديو ويسليني ولا انتوا مش عاجبكم الحوار ده؟ ده مش اختياري. طيب معلش يا جماعه، يعني ده جوزي هوديه فين واحنا ما عندناش طلاق؟ يعني دي مش النظريه هقف اعمل ايه طيب؟ بصوا دينا دهناه كده
وبعد كده بنجيب بقى جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه رومي، اي ميكس جبن عندكم ينفع. بصوا هروح حطاه بالشكل ده. انا مش بعمل بيتزا على فكره، دي فطاير مش بيتزا. هي بالنسبه لك نحط بقى ايه حبه جبنه موتزاريلا حلوه كده على حسب. وعلى فكره لو ما عندكمش جبنه موتزاريلا صدقوني اي حشوه هتبقى تمام من غير جبنه عادي يعني. ما تأزموش نفسكم، منكم تعملوا حاجات يعني مختصره جدا. ولو عايزيني هحط لكم واحده من غير جبنه خالص. لو عايز اقول لك هي المفروض اصلا جبنه بس من غير اي حاجه تانية، يعني هي كده وجبنه فوقيها وجميله خالص. ما انا هعمل واحده من غير جبنه عشان اوريهم هي ممكن تتعمل من غير جبنه عادي. الستات اكتر كائنات بتتعب في الحياه اكتر من الرجاله. لا مش قوي. لا انت تقدر تعمل اللي احنا بنعمله. غالبيه الشيفات اللي موجودين في الدنيا دي رجاله، خلي بالك. لا لا مش على الاكل، امال على ايه؟ على المسؤوليات الحياه. تقدر بص انا هديها بس ضغطه شويه بعد ما حطيت الجبنه، لان هي ايه خلاص استريحت، فانا هي اقدر ايه افردها زياده. بصوا هديها فرده بايدي كده. بصوا اهي. مش الفكره ان اشطر الشيفات رجاله، انا عارفه ان اشطر الشيفات رجاله، ما عنديش اعتراض في ده، لان كل واحد بيشتغل شغله بامانه بيبقى شاطر فيه. بس انا بتكلم ان الست بتنظف، بتاكل، بتشرب، وبتغسل، وبتنظف، وبتشوف مشاكل العيال، بتشوف مشاكل العيله، بتشوف كل حاجه. هنجيب فلفل اخضر متقطعين مكعبات صغيره، وهنحط رشه كده حلوه اهو. فلفل احمر، ولو ما عندكمش فلفل احمر فلفل اخضر كفايه. بس طبعا عشان التصوير بالنسبه لي انا لازم احط الوان كتير، لكن انتوا فلفل اخضر بس تمام. وبرضو عايزه اقول لكم يعني احنا بنزود الحاجات دي قيمه غذائيه للولاد اكتر، بس على حسب اللي موجود عندك. مش عايزين تحطوا زيتون عادي، كفايه الفلفل بس. الاتنين دول بقى مش هحط فيهم زيتون. عايز اقول لك انا اخر مره اشتريت حاجات من الفرن بالزيتون وكده كنت قاعد بدور الزيتون فين. اكيد اللي في الفرن مش هيعمل لك زي البيت، هنحط كتير. لا هو بيحط زيتونيه تقعد تدور عليها. بالظبط كده. بصوا معايا شكلها خطير. هسيبها بالظبط 5 دقايق بره عبال ما الفرن بتاعتي تسخن، وبعد كده هحطها في فرن على درجه حراره 180. هتاخد معانا حوالي ربع ساعه لتلت ساعه بالكتير جدا. وبعد ما تطلع اوريها لكم عامله ازاي. شكلها خطير، مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. بصوا عامله ازاي من تحت. بصوا بصوا مش عايزه اقول لكم طريه وهشه بصوا دي اللي مش بالجبنه. بصوا اهي حلوه ولا مش حلوه؟ دي اللي مش بالجبنه ودي اللي بجبنه. صدقوني الاتنين حلوين سواء دي او دي. في تركايه كده بنعملها بتدي لمعه حلوه للفطاير بتاعتنا، وكمان بتدي له دسامه وطعم حلو. بنجيب زيت زيتون ونحط يعني ايه معلقه كده صغيره، وندي دهنه للفطاير بتاعتنا. مش عايزه اقول لكم زيت الزيتون اول حاجه هو مغذي، طعمه حلو، بيدي نكهه حلوه للفطاير. وكمان شايفين التلميعه، يعني قبل كده تحسوا كانت بهتانه، بعد التلميعه دي تحسوا ايه لا شكلها اختلف. صح يا عمده؟ لما بتنور. لا بتنور. وكمان زيت الزيتون غني جدا بالفيتامينات والمعادن، خصوصا لما بنستخدمه على البارد، فهو كده خطير جدا. شايفين الحلويات؟ مش عايزه اقول لكم هي شكلها حلو قد ايه. بصوا عامله ازاي من تحت. تيجي نفتح واحده كده واوريكم الطراوه. بصوا بصوا هنا معايا، شايفين الحلويات طريه طراوه مش معقوله، والجبنه بتشد كمان معانا. ندوق يا عمده. ماشي. بصوا مش عايزه اقول لكم العجينه طريه قد ايه. بصوا بجد حلوه جدا. دي مش بيتزا. ما انا بقول ايه من الصبح، دي رجاله بتاكل وخلاص. بصوا الطراوه، بصوا بجد رهيبه. جربوها، ممتازه جدا في المدرسه، ممتازه جدا في السحور، ممتازه جدا على الفطار والعشاء. حاجه كده خفيفه وصحيه. وكمان المخبوزات في البيت بتدي بركه. اعملوا مخبوزات كتير
مش هتندموا. واكيد لو عجبكم فيديو النهارده والفطاير بتاعه النهارده ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه، وكمان تعملوا لايك لصفحتي على الفيسبوك، وتتابعوني بقى على الانستجرام، وتتابعوني على التيك توك. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.